بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يا جماعة الخير أهنيكم في شهر الكريم شهر رمضان. أقول لهم إن شاء الله يعود عليكم وعلى جميع المسلمين بالخير إن شاء الله يا رب العالمين، وأقول لكم مبروك عليكم الشهر. هذه واحد. ثاني شيء أنا بتكلم عن عادات وتقاليد في مملكة البحرين. أول شيء إحنا يا جماعة الخير بلد حرية، كل واحد حر بنفسه صراحة باللبس ماله، لكن في شهر الله رمضان لا، احنا مو وياكم، لانه ما يصير يا اختي تمشي اللي مزلط، احنا ناس صيام، ما يصير يا جماعه الخير، ايش تبينا نطلع من البيت كل اللهم اني صايم اللهم اني صايم اللهم اني صايم، لمتى لندش البيت 60 مره نقول اللي لبست لها مزلط وذي. وبقول لكم حق اخواتي، بقول لكم اي وحده تحس روحها انه وياها بدون المكياج يلوع الكبد تطلب اجازه، طلب اجازه قعدي طلع لنا بومه ويش، طلع اجازه ما بمشكله، ليش ما طلع اجازه تستحين طلعين على الويش؟ لان المكياج يا جماعه الخير له دور كبير. واخاطب كل اللي في الشركات يا جماعه الخير احترموا الشهر، دي شهر رمضان يجينا في سنه مره واحده، احترموه. اي والله طلع لنا مزلط، اللي طلع اللي بشعرها واللي متروس وياها كله فودر، شنو ذي يا جماعه الخير؟ شنو ذي؟ ما يصير يا جماعه، هاي شهر رمضان، احترموا رمضان صراحه. واحنا صراحه اقول لكم واقول حق البنات كلهم، حتى اللي في بنوك، حتى اللي في البنوك اذا تحسين وجهك يلوع الكبد ها طلعي اجازه. انا اقول لك اخوكم محمد خليفه بخلاف، شكرا.